السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. حبايب قلب هنو توحشتكم برشا. ورجعت لكم فيديو جديد، لكن قبل هذا الكل ما تنسيوش اللايك للفيديو، الاشتراك في القناة إذا كان ما كنتش مشتركين معايا، ويلا بينا نبداو الفيديو مع بعضنا. اليوم أنا سميته فيديو رومانسي وإلا روتين رومانسي. هكا هو حسيلو احنا وين والرومانسية وين؟ قالت خميسة، قالت الطبخ، هذيك هي الرومانسية متاعنا احنا، طبخ كوجينا دار صغار شور. هكا هو ان شاء الله في ميزان حسناتنا الناس الكل. حسيلو يا الحبيبات ويا الكبيدات ويا الغزالات ويا المزيانات ويا السمحات. المهم قلت لكم الروتين اليوم هو مش رومانسي عادي، معنى اني عملت روتين في بيتي. عندي صابون باش نطويه معاكم اليوم. قررت نكون بيرفكت في طويل الحوايج. هكا قاعده نتعلم. حاسيلو كان شفتوا غلطة حاسيلو اسكتوا وعملوا روحكم مريتوش معناها. الكمال لربي سبحانه. هكا هو لا تفرجت في فيديو على اليوتيوب معناها يتويو الحوايج. معناها تعجبك اصلا الطريقة، وكي تراها تقول محليها ومزيانها وخليني نجربها. ما حتى كي تويت كيفهم طلعت مش كيفهم الحكاية، ما نعرفش علاش. هما الشناوة اللي يطويو الحوايج بطريقة مزيانة برشا ويحببوك في كل شيء حاسيلو، حتى في طويان الصابون، في غسيل الصابون، فك الدورة في دارهم معناها عندهم برشا 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 آلات وبرشا اختراعات محليهم. بالحق يشهيوك هيك باش تعمل روتين في دارك وباش تستعملهم. حسيلو الله اعلم وقتاش باش يوصلونا احنا. المهم ان شاء الله ربي يعطينا ما نتمناو الناس الكل، وان شاء الله في ميزان حسناتنا تعبنا ومع صغيراتنا وفي ديارنا وخدمتنا وواجباتنا متاع المنزل والامومه وكل شيء حاسيلو. المهم كثرتكم بريوسكم. تيكا هو حاسيلو نحب نحكي معاكم ونفضفض والله بالحق. ولا لي غرام التصوير هكا، ونحب نشارك معاكم كل شيء بالحق. والله نتوحش اصلا. شفتوا كي نغيب على اليوتيوب وليت نتوحش. تاش معناها نتوحش اني نتوحش التصوير، نتوحش الفيديو، نتوحش الكومنتات، نتوحش المونتاج، نتوحش اللايكات، نتوحش كل شيء. بالرغم ما عنديش برشا مشتركين صحيح وما عنديش برشا مشاهدات صحيح، اما نتوحش. يبداوش هيك 10 يحبوك ويستناو فيديوهاتك، تبدا انت فرحانه بيهم وشيخه بيهم العشرة هذوكم. ان شاء الله يكبروا يا ربي في عود العشرة، يوليو 10,000 يوليو علاش ليه 100,000 الى ما لا نهايه ليا ولكم الناس الكل. حسيلو لا اله الا الله محمد رسول الله. شفتوه التريكو اللي لبسته؟ تفكروها هذيك شاركت معكم في الفيديو نتاع مشتريات الفريب. اليوم لبسته، قلت والله ما نلبسه. انا وعدتكم باش نعمل به معاكم فيديو. اليوم كي لبسته عجبني وقلت طيب برا خليني نلبسه هو ونصور به الفيديو. محليه جاي مزيان. تعرف شنو قالت لي سجاي؟ قالت لي يا ماما شبيك لبست هذا باش تطير؟ قلت لها ايه. حاسيلو تخيلتهم جوينه هذوكم، فهمتوا؟ هكا هو حاسيلو. ساعات واحد ياخو حاجه يحقرها وكي تبدا ملبوسه تبدا مزيانه برشا. شفتوا بربي يقولوا لي مش حلوه. المهم انا عجبني حاسيلو. سويت الحوايج اللي عندي ما همش برشا، خاطر اني معناها كل يوم نغسل راني صابون. اللهم معناها اني مريضه والا مانيش في الدار. اما اني من الناس اللي نغسل صابون كل يوم. اصلا نحب غسيل الصابون، نحب مش خاطرني ما نعرفش، نحب خاطرني استنست هكاك الماكينه تدور. اني قلت لكم قداش من مره راني عندي فوبي من الصابون. حاجه تقاست تلبست تمست ما نجمش نخبيها هكاك، ما نعرفش نحبها لازمها تتغسل عندي اني. هذا اسمه مرض راهو والله بالحق. بساعات نحس روحي اكثر من اللازم معناها، فهمتوا؟ هيك هوا حاسيلو. قلت لكم اني الصابون نغسل كل يوم. انا من الناس اللي ماكينتي تدور كل يوم برشا.
فيديوهات سمعتهم يعطيو في رايهم في الماكينات، الماكينة الاوتوماتيك والله قالوا ما تنظفش. علاش ما تنظفش؟ بصراحة حسب رأيي اني تنظف بالكدا، ما تنظفش البقع المستعصية جدا هذيك ما تتنحاش، باش تفركهم انتي وحدك هيك بصابونة خضراء، والا باش تستعملي لهم فانيش والا هكيكا معناها هذوك عادي معناها باش تلقى هيك بما انهم خاصة نحكي على الصغار، بما انهم صغار عادي باش تلقى معناها بقايع ما يتنحاوش خاطر هما يمسوا حاجات ويوسخوا فهمتوا. اما الحمد لله معناها نسبة خلينا نقولوا 95% تنظف الماكينة خاطر فيها برشا بروجرامات راو. كي بدات باش نضيف شنو تحط لها بروجرام، كي بدات باش يبداو الحوايج معناها مسخين برشا. المهم بانواعه القماشات لك بانواعها، الصوف، الديليكا، لافاجاما، شنو تحب انت تحط وراهي تنظف حسب رايي اني مع استعمال بريسك تويكا 4 سنين 5 سنين هكاكا حاشاكم وحاشا عويناتكم. يمكن راهي داخله في العام السادس توا الماكينه هذيك الاوتوماتيك عندي. هذه تنظف بالكدا بصراحه، واني مسميتها هي يدي وهي ساقية، وراني نحطها في عين من عيني، وذيك اهم وحده عندي في الدار، اهم حاجه عندي في الدار، اهم قطعه عندي في الدار، ونخاف عليها اكثر من نخاف على روحي ونخاف عليها كيما صغاري والله ولا حتى اكثر. هي الماكينه خاطر بالحق اني من الناس اللي نغسل صابون كل يوم، وتعذبت كي قبل كانت نغسل بالماكينه العاديه، وخاصه زدت تعدمت لي هذيك وقتها صار فيا كل يوم عندي حوسه نتاع صابون، كل يوم نغسل فيه بيديا عذاب حاسين. وان شاء الله ربي يرزق الناس الكل والله لا تحرم منها حتى حد خاطري بالحق هذيك اني مسميتها يديا وهذيك سقايه. نحبها بالحق ونغطيها ونتفقدها ونمسحها ونخبيها على المطر كيما تعرفوا الكل. معناها اني داري صغيره والكل ان شاء الله يا ربي في الدار جديده ان شاء الله ربي يعيني عليها ونكملها. ونعمل لها بلاصتها ان شاء الله، معناها بلاصتها الماكينه خاطر الماكينه تويك عندي ما عندهاش بلاصه في الكوجينه بطبيعتي، اني الكوجينه كوجينتي صغيره معناها ما فيهاش بلاصه، دونك حطيتها البارة هيك في وسط الدار، ومع ذلك مستحفظ عليها على قد ما نقدر. المهم حاجه تجيب حاجه. تو احنا شوف اني في الروتين الرومانسي اللي قلت لكم عليها لقيت روحي نحكي على الماكينه. لا اله الا الله محمد رسول الله. حاسيلو طبقتك الحوايج اللي عندي والاخرين متاع الصغار متاع نحطهم اللي يحيوا سجاي في بيتهم، وباش غيدايا نحطو معايا خاطر هي كي تو كي تكبر بطبيعتها قاعده تكبر. اني ما عنديش ما عندي ما نعمل به معناها المازال تحسه هيك جديد ويلبس مش مدعوك هذيك هاكا نعطي لشكون معناها اللي يحب يلبس، واللي بصراحه لقيته سيء اصلا ما عادش تلبس والكل. بطبيعتي معناها اللوح من غير ما نعطيه حتى لحد خاطر الواحد باش يعطي معناها باش يعطي حويجه هيك معناها تتلبس والا مش لازم معناها باش تسمى انت عطيت شكون باش يلبسوا معناها وحاجه هيك مش مزيانه فهمتوا. هاكا اني بصراحه ديما يا نعطي حويجات جديدين يا ما نعطيش، نخير اني نلوح وحاشاكم وحاشا قدركم وما نعطيه لحتى حد. خاطر الحاجه اللي ما نرضيهاش لصغاري معناها ما نرضيهاش لصغار ناس اخرين فهمتوا. ساعات والله ناخو اني راو كي يبدا من عند حد هيك في ساعات تلقى حاجات جديدين فهمتوا. حرام انهم باش يتلوحوا نكا هو عاد. هذوما قاعده عندي قرب باش حاسيلو غادي كي هذاك باش نمشي نفرزو ونشوف شني باش نلوح ونخليش باش نخلي حاسيلو ذاك لميتو كل غادي كي في الصاك هذاك ومن بعد مشيت باش نتفاضى بيه. الكوش ديما نحطو فيك المنظم هذاك يعجبني واخذته من الفريب زيدا عمني مش عمني ولا قبل ما نولد بنتي غيدي قبل معني عنده كيكه روعه ونص ولا اكثر من اللي اني انسانت خذيته من الفريب. خذيته بدينار حاسيل ولا 15 والله نسيت، ونحط فيه الكوش محلاه يرفع لي بريسك باكو كامل راه تحقرو هكاكا منظرو هيك يبدا مزيان. وكان نحطو فيك القجر نحط فيها حوايجها ويبدا محلاه خير من باكو الكوش هكا. هو بالنسبه للبيت النوم نظيفه ديجا اني قلت لكم راني عملت لها تنظيفه والكل معناها تنظيف عميق للدار الكل. جست المرايه حبيت نلمعها شويه خاطر بلاصه الصويبع ويبداو هيك تدخل مثلا بنتي تبدا تغزو روحها في المرايه وتبدا
تنفس في المرايه، فهمتوا؟ تحس تقعد داك التراس والكل هاكا ديما نعدي عليها مسحه. البارفان باش نحكي لكم غلبه صارت على البارفان، يا مزين من برا شحالك من داخل، راهي المظاهر خداعه خداعه بأتم معنى الكلمه. حسيلو مشيت مو معناها الجمعه هذيا بلاك فرايداي، معناها مشيت اني الحقيقه ما عنديش برشا فلوس، مش وقت شريين توا، مش وقت حتى شيء، اما الواحد هكا يقولك نوسع خاطري ونعمل الدوره، نلقاش هكا حويجه في المتناول هكا الواحد يخطفها، ولا حتى كان ما خذاش معناها هكا متع عويناته على قليله ورتح نفسيته وبدل نفسيته. حسيلو مشيت والكل صدقوني قديش المظاهر خداعه. ريت طفله معاها منعرفش خطيبها ولا خوها ولا راجلها مش عارفه، حاسيلو يشوفوا في البرفانات اللي شانشونيت معناها ما شاء الله كي نقولكم الانواع الكل محطوطه، الانواع الكل محطوطه ومن اعز لي مارك معناها برفانات. حاسيلو جاو يجربوا هكا، اختاروا دبوسه هكا معبيه، اختارت دبوسه معبيه وحطتها له في حتى في جاكيت وهكا في المكتوب نتاع الجاكيت نتاعو. صدقوني كي ريت الموقف تصدمت، واني واقفه قاعده نجرب في البرفانات ونشوف فيهم تصدمت. طاش معناها تصدمت معناها ما عرفتش كيفاش باش نتصرف، يا ندرا نتكلم ما نتكلمش. ومشيت هي وياه مشاو للكاسه، اخذاو راهم واحده اخرى للامانه، وغيني قاعده مركزه معاهم، اخذاو واحده معناها دبوسه عاديه، وهذيك اللي شانتيون معبيه رايه معبيه ناقصه شويه، هذيك حاطتها له في مكتوبه. ما نعرفش اني هزتها حاسيلو متفاهمه مع شكون، اني حسب مريتها مش مستحقه معناها باش تهز، مش معناها الفقير يهز ولا المستحق يهز. اما انت علاش معناها وقت انت في مقدورك باش تاخذها، نقولوا احنا علاش معناها ما لقيتلكش حتى عذر، انت علاش هزيتها الدبوسه ولا لقيت لها حتى عذر؟ ما عرفتش كيفاش نتصرف حاسيلو، قعدت مبهمه لين خرجت حاسيلو ما خديتش حتى بارفان. هي قاعده شاده صف في الكاسه باش تخلص وتاخذ البارفان، والدبوسه هزوها حطوها مش نقول سرقتها خاطر هي سرقوها حطوها حتى في مكتوب وهو تفهموا هكا هو وياها، وريتهم يوشوشوا حطيتها له هكا ومشي. وراي هي ما نعرفش اني معناها حتى كان حصل باش يحصل هو معناها باش تحطه في موقف ما يتحسدش عليه معناها، وقت اللي انتي لابسه ومكياج وقاده روحك وما شاء الله معناها لابستك معناها مزيانه وماكش مستحقه اصلا باش تهزها، وهو راهو المستحق ما يهزش، راهو ما نعرفش علاش هذا مرض ولا شنو يسميوه. حاسيلو روحت صدقوني قعدت نهارين واني مانيش مستوعبه الحكايه، حبيت نقنع روحي هذيك علاش هزتها دبوس البارفان، علاش ما لقيتليش حتى عذر ولا لقيت لها حتى عذر. المهم ان شاء الله ربي يهدي مخلق، ما عرفتش كيفاش نتصرف. ولا شفت موري فيكم هوني في الفون دو تان محليها الفون ذيك كيكو، الماركه نتاع المكياج هذه باهيه بصراحه وتعجبني على الاخر، باهيه محليها حاسيلو بالحق، عندي منها مجربتها في برشا حاجات بالحق محليها. المهم حاسيلو على ذكر البرفانات عندي كنا 3 دبابس، واحده متوسطه ماديا والاخرين غاليين اما راهم كادوات بصراحه وهنهم وفي وساعة. شفتوا هذيك البواسون ديور هذيك الحمراء مازالت فيها نكته، هذيك عندها تويكا عام ونص تويكا عندي، حاسيلو فيه وهما ذوما برفانات نتاع شتاء. ان شاء الله ربي ينوب علينا بهديه اخرى معتبره برفان معناها خاطر بالحق غاليين البرفانات وسومهم غالي الحقيقه والواحد ما يقدرش باش يشريهم، اللهم جاوه كادو هكا ما يقولش لا. هكا هو حاسيلو هكا حاسيلو كملت خملت وعملت لها مسحه ولمعتها وحكيت لكم على الغلبه اللي صارت قدام عينيا. وهوني مديت هكا بلاتو زعما قلت لكم راني سميته رومانسي الروتين نتاع اليوم، وحاسيلو هكا باش نعمل تصوير فازيت شموع. حاسيلو ما نعرفش حاسيلو حبيت نجربها الحكايه وكاهو تيامو هكا هو حاسيلو. شوفوا محلاهم هوني طفيت الضوء شفتوا محلاهم، حسيت هيك بالرومانسيه وجو رومانسي هكا حتى كان ما فماش رومانسيه خلقت جو رومانسي. لهنا نوصلوا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو متاع اليوم، ان شاء الله في فيديوهات اخرين. ما تنساوش اللايك نحبوسكم بوسه كبيره وبسلامه تيامو.